أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله، الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده يا جماعه هعمل لكم بقى وصفه حلوه قوي لتلميع الخشب. طبعا احنا عارفين تلميع الخشب ده يعني هنجيب حاجات بقى من بره ومكلفه. طبعا انا اختكم كانت نفس النظام ده، يعني اول الشهر تلاقينا بقى اروح بعزق بقى واروح اجيب بقى بليدج، لا مورال، لا مش عارفه ايه. تعالي بقى عند اواخر الشهر الخواجه بقى لما يفلس بنفتح بقى دفاترنا القديمه ندور بقى على وصفه كده وصفه كده. هجيب لكم بقى الوصفه اللي انا ما بستغناش عنها خالص. اول ما ببتدي بقى افلس اقوم راجعه بقى ايه، ارجع ورا بقى كده اقوم جايبه الحاجات اللي انا الوصفات اللي انا بحب اعملها. الوصفه بقى بتاعتي هي ايه؟ هنجيب كوبايه شاي، كوبايه شاي عادي اهيت، مغليه. بص عارفين انتوا الشاي الصعيدي اللي هو بقى مغلي لما مقطوع نفسه؟ هي كوبايه كده نصفيها من غير سكر من غير اي حاجه خالص، كوبايه شاي عاديه. وهنجيب معاها ربع كوبايه ليمون. ربع كوبايه الليمون دي، الليمونه يعني الكوبايه دي هتخليك مني 3 ليمونات كبار. طبعا احنا لو جينا قارنا الحاجات ديت بالحاجات اللي احنا بنجيبها من بره دي ارخص بكتير ومتوفره طبعا في كل بيت. يبقى كوبايه شاي ساده من غير سكر، عليها 3 ليمونات. انا مش هحدد لك الليمون، هو ربع كوبايه على حسب بقى انت الكوبايه بتاعتك شوفي هتاخد ايه. ممكن اقول لك 3 ليمونات ويطلع الليمون عندك صغير، فهو ربع كوبايه. طبعا احنا قشر الليمون ما بنرماهوش، انا كده كده حاطاه في كيس عد اهوت عشان خاطر هنعمل لكم بيه وصفه تانية. ما ترموش قشر الليمون يا جماعه، عشان هعمل لكم بوصفه تانية بقشر الليمون، هنحتاج قشر الليمون ده ماشي. وهنحط هنا معلقتين زيت زيتون. لو انت عندك مناسبه وعايزه تعملي ريحه حلوه في قلب البيت ممكن تحطي زيت ورد هو اساس زيت الزيتون معانا، زيت الزيتون معلقتين. لو انت هتعملي هتحطي حاجه ريحتها يعني ريحه حلوه هتبقى معلقه واحده زيت زيتون ومعلقه واحده من زيت اي عطر بقى عندك، زيت ورد، ياسمين، لوز، اسفه، زيت ورد او ياسمين او فل او اللافندر برضو حلو. وطبعا زيت الزيتون ده اساسي معانا عشان الزيتون ده ما بيخليش الخشب يشقق. زيت الزيتون ما بيخليش الخشب يشقق خالص. تعالى بقى نشوف احنا هنعملها ازاي. بس يا جماعه احنا هناخد هنا كده معلقه، بس هنحط هنا معلقه زيت زيتون اهي، دي واحده. طبعا انا مش هعمل بمعطر فانا هحط معلقتين زيت زيتون. اللي عايزه تعمل معطر ريحه حلوه تعمل معلقه زيت زيتون ومعلقه تانية اي زيت زي ما قلت لك معطر من عندك ماشي. ونحط هنا ماشي، ونحط هنا كده ربع كوبايه الليمون، وهحط عليهم كوبايه الشاي ماشي. واي بخاخه بقى من عندك، انا عندي البخاخه ديت فاضيه طبعا. بص انا كنت بقول لك كنت مدمره الدنيا بقى اروح بقى اجيب ملمع خشب، لا مش عارفه ايه اللي هو بقى معايا قرش محيره وببتدي افلس بقى ارجع لوصفاتي تاني، فقلت خلاص بقى خلينا في وصفاتي. هنحطها هنا اهو بقوم وتعالى بقى ايه نعمل حمله نظافه على خشب البيت كله. لو انت بقى عايزه عندك الخشب كتير والكميه دي مش هتنفع، طبعا هتضاعف الكميه. لو هتحط كوبايتين شاي هتحط نص كوبايه عصير ليمون، وزي ما قلت لك هيبقى ب4 معالق زيت تمام. بس هو ما فيش غير عن الزيت، يعني ما فيش واحده مثلا تيجي تقول لي ما ينفعش نحط الزيت، لا لازم الزيت عشان زيت الزيتون ده بيحافظ على الخشب تمام. تعالى بقى يلا كان نلمع خشب المطبخ ونشوف خشب ايه تاني نلمعه. دي اكتر ضرفه عندي بتاعه المطبخ طبعا احنا لازم نكون حايشين التراب من عليها والدهون في وصفات طبعا للدهون بتاعه الظرف، عشان ما ينفعش نحط عليها الدهون ونحط عليها الخلطه دي ونقول ما لمعتش ليه. طبعا عايزه اقول لكم التصوير ظالم والله. الضرفه بتلمع احلى من كده بكتير، فالتصوير انا مش عارفه اعمل ايه في الاضاءه بصراحه. التصوير ظالم الضرفه والله. هنكمل تاني.
عايزه اقول لكم والله يا بنات الضرفه بتلمع بكتير عن التصوير. التصوير ظالم خالص الخلطه جميله جدا، وملمع الضرفه ومخليها زي الفل وناعمه وجميله. يا رب بقى لو كنتوا استفدتوا معايا، يا رب اليوم يكون عجبكم والوصفه تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.